الصف السادس الابتدائي. النهارده هناخد درس في التعبير لسنه سته، هو ازاي اكتب مذكرات يوميه. بص يا ولاد، المذكرات اليوميه دي عباره عن احداث بتحصل في حياتنا واحنا بنسجلها او ندونها علشان بعد كده نفتكرها، عشان بعد كده ايه؟ نفتكرها. اكيد كل واحد مننا عنده دفتر صغير كده او كشكول صغير كده ممكن يكتب فيه اي حدث مر بيه في حياته. النهارده مريت بحدث، يعني مثلا عيد ميلادك، بابا رجع من السفر، حد من اصحابك زارك في البيت، ممكن تسجل كل الاحداث المهمه ديت في مدونات او مذكرات علشان بعد كده ايه؟ تفتكرها. بصوا، عشان اكتب مذكرات يوميه للصف السادس لازم تاخد بالك من الست عناصر دول. اول عنصر عندي الزمن. اول عنصر عندي الايه؟ الزمن. بعد كده المكان اللي حصل فيه الحدث. ثالث حاجه الجمله افتتاحيه وتكون جميله كده. رابع حاجه الموضوع اللي انت هتتكلم عنه، ماشي يا هاجر. خامس حاجه جمله ختاميه وفي الاخر تمضي. ماشي؟ طيب لو انا مثلا النهارده الخميس انا رحت فيه الاهرامات، منطقه الاهرامات. بعد ما رجعت من الاهرامات عايز ادون واسجل الحدث الحلو دوت في مذكراتي. هعمل ايه؟ هجيب المذكره بتاعتي او ماشي يا حبيبه، هجيب المذكره بتاعتي وهبدا اكتب. عشان اكتب اول حاجه هسجلها الزمن، اليوم بالتاريخ بالساعه. اليوم بالتاريخ بالايه؟ زي ما انا كاتب كده، اليوم التاريخ اليوم وادي الساعه. كانت الساعه 6 مساء بعد ما رجعت منين؟ من الزياره بتاعتي دي او من الرحله بتاعتي. كان المكان منطقه الاهرامات، منطقه الايه؟ الاهرامات. هبدا اقول ايه؟ مذكراتي العزيزه. انا بكلم مذكراتي، بقول لها مذكراتي العزيزه، اليوم يوم جميل زرنا فيه منطقه الاهرامات. منطقه ايه؟ الاهرامات. فشاهدنا الأهرامات الثلاثة وأبو الهول، وكمان شاهدنا هناك بعض التعديلات على المكان عشان يصبح أكبر متحف مفتوح بالعالم. ممكن أكمل وأقول هناك ركبنا الخيول وبعض الجمال، وشاهدنا سفينة الملك خوفو الخشبية القديمة جدا. المكان جميل، استمتعنا باليوم حق استمتاع. ممكن نقول ايه؟ الجمله الختاميه بقى يا حبيبه في نهايه اليوم، ادي بقى دي جمله ختاميه، استمتعنا كثيرا بهذا اليوم ونريد ان يتكرر في حياتنا كثيرا. واخر عنصر خالص اللي هو الامضاء. يوسف. طب هي المذكرات دي بتعلمني حاجه؟ بتعلمني كتير يا محمد. اول حاجه بتخليني كده ايه؟ يعني اعرف اكتب، اطلع التوتر اللي جوايا بالكتابه، بتريحني نفسيا. تاني حاجه بسجل حدث مهم عشان بعد كده افتكره وافتكر الذكريات الجميله اللي حصلت. ايه تاني؟ ممكن اعمل ايه تاني؟ بتفكرني كمان، بتعلمني ازاي اكتب واتملى. كمان ايه تاني؟ بتخليني اعرف يعني اعبر عن مشاعر. اعبر عن ايه؟ عن مشاعر. وتخليني كمان ابدع في الكتابه. ابدع فين؟ في الكتابه، واستعمل او استخدم بعض التعبيرات الجماليه زي مذكراتي العزيزه. مذكراتي العزيزه ديت عباره عن ايه؟ ده يعني تعبير مجازي. صورت المذكرات بانها انسان انا بتكلم معاه. انتوا فهمتوا المذكرات؟ ده اول درس عندكم في التعبير.